السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 43 في عمر الفراخ بتاعتنا. كده يا جماعة بدأ العد التنازلي بتاعهم. بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا انا فتحت لهم مكان كده هخرجهم كلك، وبعدين ابتدي اغير لهم الفرشة بتاعتهم. انا حطيت لهم مية نضيفة وكده، بس هغير لهم الفرشة بتاعتهم وايه، وابتدي اظبط لهم الدنيا بتاعتهم شوية. بالنسبة يا جماعة انا اسفة يعني في المنظر على الحمام بتاعهم ده. لما يبقى كبير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، احنا ممكن نجيب له مهضم، يعني بدل ما هم بياكلوا وما بيبانش مثلا عليهم بالطريقة اللي انتوا متخيلينها. في مهضم للاكل، في حاجة بتهضم ما تخليهمش يعملوا حمام بالكمية الكبيرة ديت، بتخليهم يستفيدوا بكل العلف اللي هم ايه اكلوه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنبتدي ايه العد التنازلي. هنفرش لهم فرشة، وبعد ما نفرش لهم الفرشة بتاعتهم هنبتدي بقى ناخد منهم كده ايه كام فرخة. انا خرجتهم كلك علشان نوزن اللي انا عاوزاه ونراجع اللي انا عاوزاه تاني. الوزن اللي مش هيكون عجبني يعني. بصوا يا جماعة عن تجربة، الناس اللي ممكن تكبر دماغها يوم ولا حاجة من تغيير الفرشة، عاوزة اقول لكم على تجربة حصلت معايا. انا اللهم صل على النبي، كان عندي فراخ كنت مقررة زي الفرخات دي كده ايه ان انا هذبح منهم وكده يعني. فجيت قبل الذبح بيومين 3 كسلت بصراحة عند الفرشة، وما كانش عندي حاجة افرشها يعني، لا تبن ولا قش ولا اي حاجة. فكسلت خالص وايه ما فرشتلهمش حاجة. عاوزة اقول لكم حصل عندي نفق كبير خالص بسبب ان انا كسلت ان انا افرش لهم ايه يوم واحد بس. فانتوا ما تعملوش زي واللي انتوا تكسلوا من كده. كل يوم تغيروا الفرشة، وممكن تغيروها مرتين في اليوم، بحيث ان هو ميحصلش عندك اي نافق، تبدأ الحكاية ماشية يعني ايه، ويفضلوا كويسين معاكي. ونبص على الفراخ كل يوم كده نشوف حاجة بتنهج حاجة بتعطس. لو هتبيع منهم او تاكلي منهم دوري عندك على حاجة اللي هي مش هتستحمل، وابتدي ابدأي بيها عشان خاطر ما يبقاش عندك نافق منها وكده. النهارده قلت لهم ايه، عاوزه اعمل لهم حاجه تخليهم يعني حاجه تخليهم كده مفرفشين معايا وكويسين، زي مثلا ايه الكركدات والحاجات الساقعه اللي انا بعملها لهم دي. بس ديت حاجه تانية احسن كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. احسن من الكركدات والحاجات دي، حاجه مجرباها. ماشي، هنحطها لهم في الميه اهو، ندقها بس بالشكل كده اهو، كذا حته اهوت، نحطها لهم في الميه. واللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما نحطها لهم في الميه تكوني معطشاهم ولا حاجه قبلها، علشان خاطر ايه يشربوا الميه كلها يعني. دي بقى بتفرفشهم في الحر وتخلي الفراخ معاكي كويسه. بصوا اهو اهو، تدوبوها كويس في الميه كده حبايه ريحه تجبها لهم وتحطوها في الميه، وهتنعنشهم لك خالص، هتخليهم لك اكنهم حاطينهم في تلاجة، اكننا حاطين لهم مروحه. دلوقتي بقى ايه، انا هنحاول نذبح منهم النهارده شويه. اوردرات مطلوبه مني، ونشوف الاوزان بتاعتهم مع بعض. وتعالوا بقى كده ايه نوزن، نشوف الميزانه ونوزن. طبعا يا جماعه ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا وزنت كل الفراخ ديت لوحدها، دولت كلك من 2 كيلو و200 ل 2 كيلو و400 يعتبر. دولت فوق ال2 كيلو ونص، الثلاثه دول عملتهم لوحدهم. طبعا انا ما جبتش الميزانه ليه، الفراخ حيرتني شويه، حتى لو شايفين يعني صوتي بينهك كده. الفراخ حيرتني شويه في الميزانه، فمعرفتش اظبط الميزانه وانا ماسكه التليفون. فان شاء الله انا مش هذبحهم غير وانا وزنهم معاكم، هعمل لكم فيديو تاني وانا بوزن وبذبح ان شاء الله.
يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.